عسلامة ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. جيتكم اليوم برسالة خبز تهويه بكريم شوكولا ياسر ياسر بنينة بزوز مكونات أكاها وما فيها حتى طرف شوكولا، ساهلة وفيسع فيسع ما تحضر وتنجموا تحضروا بها أي جاتو انتم ما تحبوا عليه. وصدقوني من البنة اللي يذوقها كان ما تقولولوش انتم اللي هي خبز تهويه ما تجيش على باله جملة. خديت 700 مليلتر حليب يكون بارد باش نجيب توا الكريم هذيا اللي هي كريم ديسير وتكون القوم نتاعها كراميل باش نحط منها زوز باكويت وباش نضيف عليهم 4 مغارف سكر. الكمية هذيا راهي متاع السكر تكون معدلة، نخلطو بالباهي بالباهي كل شيء على البارد حتى لين تتحل الكريم هذيكا في وسط الحليب. من بعد حطيتها على النار من غير ما نقص على التحريك، وقت اللي نحسها عقدت معايا وبدات تبقبق كيف ما هكا وقتها نطفي عليها ونعرفوا اللي الكريم نتاعنا حضرت. نكون حضرت بيراكس ونصب فيها ديريكتومون الكريم نتاعي وهي تكون سخونة. نحلوها على كبر الماعون باش هكاكا تبرد معنا فيسع فيسع. غطيتها بالفيلم اليمونتيغ او كونتاكت كيف ما هكا باش ما تعملناش هكا الكوش المشبه من الفوق. غطيتها وخليتها حتى لين بردت معايا كومبليتمون ورجعت لها من بعد. نحيو البابي سيلوفان بالطبيعة نلقاوها ولات متماسكة معانا كيف ما قاعدين تشوفوا هكا. وتوا باش نتعداو ناخدو الكريم متاعنا هذيكا ونحاولوا نركضوها حتى لين تتحل معنا كيف ما قاعدين تراو وتولي رطبة وتلمع وتكستور متاعها تولي كريموز. وقتها باش نجيب البريباراسيون الحاضرة متاع الموس شوكولا. حطيت منها الباكو الاول باش نضيف زادا باكو واحد اخر، كل واحد منهم يكون الميزان متاعو 120 غرام. هاني باش نوريكم ديجا المارك اللي استعملتها واللي هي هذيا استعملت منها زوز باكوات. وتوا باش نحاول نخلط شويه بالفوي من غير ما نخدم الباتور باش هكاك الموس هذيك ما تيرش معايا في الهواء. من بعد باش نخدمها ونبدا نركز فيك الكريم اللي حضرناها الاولى مع الموس الشوكولا هذيا حتى لوين يتمزج كل شيء مع بعضه ويولي القوام نتاعهم كيف ما قاعدين تراو هكا نتحصلوا على كريم ياسر بنينه ساهله مكوناتها الكل يكونوا حاضرين وتكون متمسكه كيف ما قاعدين تراو هكا حتى كيف نقلب البول ما تطيحش معايا. وراهي الكريم هذيا تنجموا تستعملوها في اي جاتو انتو تحبوا عليه، راهي تكون متماسكه كيف ما قلت لكم وزاده ياسر بنينه. وتوا باش نبداو في الدغيساج نتاع خبز الهواء نتاعنا. خديت البسكوي هذايا اللي هو بسكوي سايدة بالطبيعة الناس الكل نعرفوه اللي يكون بنكهة الكاكاو باش هكاكا الخبز الهواء متاعنا الكل تكون بذوق الشوكولا هكاكا. من بعد راهو ما تفرزوش طبقات متاعها صدقوني انا كل وين نذوقها الحد ونقول راهي خبز هواء ما يصدقنيش تلمو تكون بنينة برشا وما تظهرش اللي هي خبزة هواء وتكون تذوب ذوبان في الفم. رصفت الطبقة الأولى متاع البسكويت كيف ما ريتو هكا وتوا باش تجيني طبقة الكريم مرطوبة حطيتها في البوشة دوي كيف ما هكا. وباش نعمل منها طبقة ماذا بينا تكون مستوية باش من بعد الجاتو متاعنا تجي مرطوبة. حطيت الطبقة متاع الكريم وتوا باش نحاول نستويها كيف ما قاعدين تراو هكا. ومن بعد باش نحط الطبقة الثانية نتاع البسكوي. وكان لاحظتوا حاجة هوني راني ما سقيتش البسكوي كيف ما متعارف على خبز الهواء ديريكتومون حطيت الكريم وراهي ما تجيش يابسة بالكل. من بعد على خاطر البسكويت هذاك باش يشرب كان فما بورسنتاج صغير متاع ليكيد في الكريم ويطرى معنا وحده. تحسوا كأنكم ما سقيتوها اما احنا ما سحقيناش ان نسقيوها بالطبيعة. حطيت توا الطبقة الثانية متاع الكريم كيف مريتو كالعادة باش نستويها نرتبها شوية ونحط الطبقة الأخرى متاع البسكوي. يعني هوني حطينا 3 طبقات متاع بسكوي وزوز طبقات متاع كريم. وتوا باش نحطو آخر طبقة من الكريم متاعنا نحطو طبقة جيدة على الآخر طوب ما باش من بعد نستويوها وهكاكا تكون هي غلفت لنا الجاتو متاعنا. ونحاولوا نرتبوها على خاطر هذا باش يكون الوجه متاع خبزة الهواء متاعنا. وتوا دخلت حطيتها في الفريجيدير حتى لوين اتماسكت معايا. حطوا حسب قداش عندكم وقت هوكا من ساعتين وانتم طالعين.
ومن بعد ما بردت معايا تعديت توا باش نحيلها الكادغ اللي خدمتها فيه، راهو كان تحبوها تجيكم مرطوبة استعملوا كادغ حسب انتم كبر الجاتو نتاعكم كيفاش تحبوه. نسيت زاده باش نقول لكم لي انا حطيت بابي كويسون باش هكاك يسهل عليا اني نديمو ليها من بعد. نحينا البابي كويسون متاعنا بالطبيعة وتوا باش نزين الجاتو متاعي، تنجموا تزينوها بأي حاجة متوفرة عندكم، تحطوا لها فاكهة مهروشة، تنجموا زادا تبشروا عليها شوية شوكولات، تنجموا تخليوها كيف ما هي ولا تعملوا لها دي غوزاس بنفس الكريم. وهوني قاعدة نوري فيكم في اللجنة كيفاش خبز الهوا متاعنا تكون مزيانة برشا وما تستحقش ان نغلفوا لها جنباتها. انا اخترت هوني باش نزينها بشوية كروستيون كانوا موجودين عندي، استعملتهم في وصفة واحدة اخرى. سبق وحضرت معكم الريسيت متاع الكروستيون، عندها توا فوق العامين موجودة في القناة، كان تحبوا ترجعوا تشوفوها، راهو بنين برشا ويبنى لنا الجاتوات متاعنا ويعطيهم هكا القرميشة المزيانة والبنينة. رصفتوا على اشتر خبز الهواء متاعنا وقعد عندي شوية كريم عملت بهم دي غزاس كيف ما هكا في الكوان هذايا كيف ما قاعدين تراو. زينتها زادا بشوية ديفاي دور باش نزيد نزينها. فما مرة واحدة أخرى حضرتها بنفس المنظر هذا، أما جيت فوق الكروستيون حطيت شوية كاكاو ورشيته هكا بالصفية، عطاه منظر مزيان. أما الحقيقة وقتها ما خلطتش إني نصورها خاطر كان عندي ضيفان وحضرتها مزروبة وقتها. وتوا باش نتعدى نقص نوريكم الديكوب متاعها وشوفوا لي ما شاء الله هكا ترانش كيفاش تكون مزيانة مرتوبة، من أزين الجاتوات اللي تنجموا تحضروهم، من أسرعهم زيادة، خاصة إنه المكونات متاعها الكل يكونوا حاضرين ما تاخذش منا برشا مجهود، تجيب بنينة برشا وخاصة تذوب ذوبان في الفم طرية. وتذكروني اللي احنا ما سقيناهاش مالغري سا جات طرية هكا مريتو ديجا كيفاش قاسيتها. وهكا نكون وصلنا مع بعضنا لاخر الفيديو، ان شاء الله رسالة تكون عجبتكم وتجربوها وتاكلوا صحة والف عافية. وما بقى لي كان باش نقول لكم نتقابلوا في الفيديو جاي ان شاء الله. باي باي وبسلامة.